السلام عليكم. معاكم قناة كرة وإثارة. بزاف سولوني على ماتش المغرب وفرنسا، علاش خسرنا؟ واش المدرب محمد وهبي كان عنده خيار آخر؟ اليوم غادي نكشف ليكم كواليس هذا الماتش بلغة الأرقام والتكتيك. أكبر غلط تكتيكي كان هو وضع مزراوي كقلب دفاع. مزراوي لاعب هجومي وظهير ممتاز، ولكن في عمق الدفاع المساحات اللي خلاوك تستغله مبابي بذكاء. كان خاصة ثنائية سعدان وديوب باش نغلق العمق. غياب الصيباري خلى الهجوم بلا مخالب. دخول دياز والخنوس في مراكز ماشي ديالهم ضيع علينا التوازن في وسط الميدان. علاش ما اعتمدش على الكعبي أو رحيمي؟ مهاجم صريح كان غادي يغير مجرى الماتش. الخلاصة، التكتيك ديال وهبي كان ناقص شجاعة هجومية. المنتخب خاص يراجع راسه في التعامل مع المنتخبات الكبرى. بصراحة عزيز علي هذا المنتخب وهذا النوط ديال اللعب، ولكن واش دخلت فيها السياسة؟ واش التشكيلة كانت بقرارات تقنية ولا شي حاجة أخرى؟ بصراحة هادشي اللي خلاني نحير، وأنا كنحلل هذا الماتش حسيت بلي كاين شي حاجة ما هياش. شنو رأيكم نتوما؟ واش وهبي كيستحق يكمل؟ خليو لي رأيكم في الكومنتير، وما تنساوش لايك واشتراك لدعم القناة.